السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، طلابنا حبايبنا أبطال الصف الأول الثانوي، يلا بينا يا بطل نكمل الدرس الثاني في الوحدة الثالثة عندك في مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي. الدرس اللي فات كنا خدنا التهديدات أو أمن المعلومات والتهديدات المضادة أو الإجراءات المضادة لأمن المعلومات، وعرفنا شوية حاجات كده عن الامن بتاع المعلومات. بينقسم لثلاث اقسام عندنا، كانت السريه والسلامه والتوافريه، وعرفنا التهديدات دي ممكن تيجي عن طريق ايه، زي الفيروسات، زي حصان طروادة، زي الدوده، زي حاجات كتير قوي. طيب النهارده بقى بطل انا جاي اقول لك على حاجه مهمه جدا، الا وهي ايه؟ الا وهي كلمات المرور. كلمات المرور هي من اهم الحاجات في امن المعلومات، او في ان انت يبقى عندك معلومات امنه، لان هي بتسمح ان حد يخش على معلوماتك باي طريقه. ان انت بيبقى عندك كلمه مرور هي اللي بتحفظ او بتتاكد من الهويه بتاعه المستخدم ده ان هو فعلا صاحب الحساب الشرعي. يعني مش اي حد كده يخش على اي معلومات باي داتا يقدر ان هو يشوف البيانات دي. طيب حلو، يلا بينا نخش على الدرس بتاعنا ونشوف كلمات المرور وانواعها وبتتكلم عن ايه في الدرس النهارده. طيب بيقول لي كلمات المرور والمصادقه. عايز اقول لك تعالى برضو سيبك بالبي دي اف، هناخد البورد بتاعتنا ونشوف الكلام بيقول ايه. بسم الله. طبعا ده الكلام ده مش بتاعنا، ماشي. يلا بينا. بيقول لي اول حاجه، بس عايز اعرف اول حاجه. بيقول لي ان كلمات المرور هي سلسله من الاحرف تستخدم للتحقق من هويه المستخدم وانه هو صاحب الحساب الشرعي، زي ما انا لسه قايل لك حالا. طيب يا مستر، بيقول لي بقى عندي 3 نقط، ماشي. عندي 3 نقط كده، لما اجي اعمل كلمه مرور اتبع التعليمات دي. ايه هم يا مستر؟ قال لي استخدم سلسله طويله الاحرف. يبقى عندي سلسله من كلمه المرور، ان كلمه المرور بمعنى اصح تكون حروف كبيره. هو ما لا يقل عن 8 حروف، تمام؟ يعني ما لا يقل عن 8 حروف. طيب حلو. تاني جزئيه عندي ان كلمه المرور اجمع بين الحروف الكابيتال والسمول، الحروف الاحرف الكبيره والحروف الصغيره والارقام والرموز. يعني يبقى عندي مثلا حروف كابيتال وحروف سمول ورموز زي الاتياهو وزي الشباك. ايه ده شباك؟ بالله عليك ده شباك. وزي الشباك، زي علامه الاستفهام، وهكذا. يبقى ده عندي ثالث نوع من الحاجات. ويبقى عندي ارقام زي مثلا وليكن رقم 5. طيب حلو. بص بقى هنا لما اجي اعمل كلمه مرور متكونه من الحروف دي او من الانواع من الحروف دي، هيكون عندي كام احتماليه ان حد يتوقع كلمه المرور بتاعتي؟ هنا عندك 26 حرف، وهنا عندك 26 حرف. يبقى انا عندي هنا 26 وهنا 26. حلو، اللي هي عدد حروف الابجديه بتاعت الانجليزي. طيب والرموز ولنفترض ان هم وليكن 30 رمز. حلو، اجمع بقى كل ده شوف كام. وهنا عندي عدد لا نهائي من الارقام، عدد لا نهائي حرفيا. لما يجي روبوت يتوقع الارقام بتاعتك هيجيب كام رقم بقى؟ شوف هيجيب كام رقم، هيتوقع كام رقم عشان يحطه مكان الرقم اللي انت حاطه ده. فكتير جدا. يبقى انا عندي 26 و26 و30 وعدد لا نهائي، فهيبقى صعب على الروبوت اللي هيتوقع عشان بيبقى فيه روبوتات بتبقى مهمتها ان هي تتوقع الباسورد بتاع الاكونت بتاعك. يبقى هيتوقع كل ده استحاله طبعا، فبيتصعب على الروبوت ان هو يعرف الايه، الباسورد بتاعك. طيب حلو حلو. تعال نشوف ثالث حاجه عندنا كانت ايه في كلمات المرور. قال لي يا مستر، قال لي ثالث حاجه ما تستخدمش معلومات شخصيه. بسم الله. قال لي ما تستخدمش معلومات شخصيه. يبقى لا تستخدم معلومات شخصيه. مش عارف ايه الشرطه بتاعتي، بس دي مش مشكله. واعمل ايه تاني؟ زي التاريخ. بيقول لي المعلومات الشخصيه دي زي ايه؟ مش احنا عرفنا ان عندي معلومات الشخصيه وبتنقسم لمعلومات اساسيه ومعلومات ارقام هويه ومعلومات حيويه. ما تستخدمش الايه، سيبك من الحيويه دي، اكيد مش هنستخدمها في الباسورد. انا بتكلم على
المعلومات اللي هي الاساسيه بتاعتنا، ما استخدمش التاريخ او العنوان او البريد او معرف المستخدم اللي هو اليوزر نيم بتاعك. طيب يبقى هنا ممكن اقدر اختصر له الكلام ده كله، اقول له ايه؟ ما تستخدمش معلومات اساسيه زي الاسم والعنوان والتاريخ الميلاد والكلام ده. طب هو يعرف تاريخي منين؟ حضرتك كاتب تاريخك على الفيسبوك، يعني ايه هيعرف تاريخي منين؟ اكيد هيعرف عادي لو بشويه بس. ما هو اللي عايز يخترقك ده بيجمع عنك معلومات، هو مش بيروح كده للموضوع هباء منثورا، لا ده بيقعد يدور ويكتشف ويراقبك ويشوف حاجات. ايه، انا بتكلم لو انت شخص ذو اهميه يعني، بعد الشر عنك. طيب انا دلوقتي عرفت الثلاث حاجات اللي انا اقدر بيهم اعمل كلمه مرور تكون كويس. طيب يبقى نخش على الجزئيه اللي بعد كده، وهي الاهم والاكثر تشويقا في الدرس النهارده، وهي انواع كلمه المرور. انواع. انا مش عاجبني الحجم بتاع الفونت ده، فاحنا باذن الله يعني كده هنصغر ده، ماشي. وكمان اللون مش عاجبني، انا هستخدم الايه، اللون ده، ماشي. انواع، طلع بني، كلمات المرور. طيب قال لي عندي نوعين من كلمات المرور. قال لي عندي حاجه اسمها الاو تي بي. الاو تي بي هي كلمه سر، تمام. بص بقى، بص، ركز ركز. وان تايم باسورد، كلمه مرور لمره واحده. كلمه مرور لمره واحده بس. يعني ايه يا مستر كلمه مرور لمره واحده بس؟ بص حضرتك، انا دلوقتي معايا فلوس على فودافون كاش، حلو جميل، وعايز اروح اسحب الفلوس دي، ولكن مش من السنترال، انا عايز اروح اسحبها من الاي تي ام. جميل. طيب رايح دخلت على الاي تي ام. طيب بلاش تروح في وقت اللي هم بتوع المعاشات عشان بيقعدوا كتير قوي، روح في نص الشهر كده. طيب دخلت على الاي تي ام، ببعت على فودافون كاش وبقول له انا عايز اسحب فلوس او عايز اعمل معامله عن طريق الايه، الاي تي ام. فيقوم باعت لي حاجه اسمها رقم او كلمه مرور متغيره، الايه، الاو تي بي. حلو جميل. الاو تي بي دي بقى لما بستخدمها على مكنه الاي تي ام واقول له ان انا هعمل معامله بدون فيزا او معامله بدون الكارت، ويقوم مدخل لي على المحفظه، اقول له فودافون فيختار الاعدادات كلها، هيقول لي اكتب لي بقى كلمه السر او كلمه المرور المتغيره اللي فودافون كاش بعتها لك على التليفون بتاعك. حلو. فاقوم كاتب كلمه المرور دي، كتبتها وخلصنا منها، خلاص اختفت، ما بقتش موجوده. خدت طالما سحبت الفلوس والعمليه تمت، كلمه المرور دي ولا اكنها حصلت اصلا، اكنها مش موجوده في الدنيا. طب يا مستر انا دلوقتي عملت كلمه مرور متغيره، رحت لقيت المكنه زحمه فرحت زهقت ومشيت. بعد 15 دقيقه هتبدا كلمه المرور دي تختفي. حلو. يعني انا استخدمتها لمره واحده، خلصت، تمام، اختفت. طب ما استخدمتهاش، بعد ربع ساعه هتروح ولا اكنها اتعملت اصلا. فدي كلمه مرور بتبقى امنه جدا عشان ما حدش يقدر يتوقعها، دي حاجه. ثانيا حتى لو حد توقعها، هي استخدام مره واحده ومش هيقدر يعمل بيها حاجه ثانيه. حلو جميل. نخش بقى على انواع كلمه المرور الثانيه، وهي المصادقات. طيب المصادقات بقى عندنا انواع. المصادقات انواع. عندي بيقول لي كم نوع يا مستر؟ عندي 5 انواع. حلو حلو. تعالى مثلا ناخد واحده فين، هات اهي اهو. قال لي اول حاجه عندي في المصادقات، مصادقات قائمه. خلاص بقى زهقنا من البني، نغير البني نخليه ايه؟ نخليه ايه؟ نخليه ازرق. استنى كده، انا عايز الوان متخلفه محدش عملها قبل كده. طيب حلو. مصادقات قائمه على المعرفه. حلو حلو. طب مصادقات قائمه على البيومتريه. البيو ايه؟ البيومتريه. طيب تمام. مصادقات قائمه على الحيازه. طبعا انت مش فاهم اي حاجه، بس اصبر اصبر اصبر. تعال نقعد على الكرسي. الحيازه. حلو حلو. مصادقات قائمه على
او الايه او المصادقه الثنائيه. عندي المصادقه الثنائيه هنا على الايه متعدده الخطوات. ايه الهطل اللي انا بعمله ده؟ اهو الشاشه قالت لي كلمه عيب اهو. دي متعدده الخطوات، معلش استحملني. طيب يا مستر هقول لك على حاجه حلوه اهو. حلو جميل جدا. المصادقه القائمه على المعرفه دي يا مستر بتعمل ايه في الدنيا؟ يعني ايه الخطوات المطلوبه مني؟ دي اللي احنا كلنا عارفينها، اللي هي ايه؟ انا معايا الباسورد، معايا الاكونت، بقدر اخش على الايه الاكونت بتاعي. يعني لو انا معايا معرف المستخدم اللي هو الاكونت بتاعي مش عارف ايه، طيب معايا كلمه المرور، تمام هتخش. طب معاك رمز البن، لو حاجه متعلقه برمز البن البي اي ان هتخش برضه عادي. يبقى انا عندي 3 حاجات. اول حاجه تمام، تعالى نستخدم اللون الاسود بقى عادي، ارجع لاصلك. كلمه المرور عدي، معاك معرف المستخدم اللي هو اليوزر نيم يعني بتاع الانستجرام او الفيسبوك عدي، معاك رمز البي اي ان عدي. رمز البي اي ان ده بيستخدم في الخطوط، بيستخدم في حاجات كده ايه غريبه شويه، بس مش مشكله، احنا لو معانا اي حاجه من ال3 دول نخش. طيب معاكش حاجه ايه ما تعديش. طب البايومتريه دي، مش انا قلت لك في الدرس بتاع البيانات الشخصيه ان في عندك حاجه اسمها بيانات حيويه؟ اربط بقى معايا. طب البايومتريه دي بتبقى متعلقه بايه؟ قال لي ببصمه الاصبع، بالقزحيه العين، وكان عندنا بصمه الصوت في الحيويه، شيلها وحط خط الايد. حلو، اللي هي الامضه، عشان امضه واحد مش زي امضه الثاني، ما عدا ان حد يزورها او يقلدها والكلام ده. فقال لي البايومتريه دي اقدر احط مكانها ايه؟ بيانات حيويه. بس هنا بشكل ادق في البايومتريه بيقول لك بصمه الاصبع، القزحيه العين، وعندك خط اليد. طيب حلو ماشي يا مستر. يبقى انا عرفت ان البايومتريه ممكن يسالني عليها في الامتحان، يقول لي بيانات حيويه تستخدم في كلمات المرور، اقول له الايه البايومتريه. طيب حلو. دلوقتي يا مستر انا البايومتريه دي بستخدمها في ايه؟ بشكل اقرب لدماغك بستخدمها في التليفون، بفتح التليفون ببصمه الايد، بفتح التليفون بقزحيه العين او بصمه الوجه، بفتح بمضي على شيكات او مش عارف ايه بخط الايد. فاول 2 دول زي اللي احنا بنستخدمهم فين؟ في التليفونات. جميل، دي كلمه مرور، مش انت لازم تدوس البصمه بتاعه التليفون عشان يفتح، او بقزحيه العين او الفيس اي دي عشان يفتح. حلو جميل. طب الحيازيه، انا دلوقتي بيقول لك المكان ده انا متحيز عليه، او انا المكان ده في حيازتي. يعني ايه؟ يعني ملكي. يعني انا دلوقتي عايز اقول لك ان كلمه المرور دي متوقفه على حاجه انت لازم تكون بتملكها، زي الخط اللي هو زي الاو تي بي. الاو تي بي ده انا ببعته لك عشان خاطر حضرتك معاك خط. فزي بيقول لي لو انا معايا بطاقه ذكيه، بطاقه التموين بقى، بطاقه بنك، بطاقه فيزا، بطاقه مش عارف امان، باي بطاقه، اي بطاقه في الدنيا، فانا طالما معايا البطاقه دي اقدر ان انا اسحب فلوس او اسحب عيش او اسحب رز او اسحب زيت. حلو جميل. او الاس ام اس اللي هو رساله نصيه هتجيلك عن طريق الخط، فانا معايا الخط اللي هو بيتبعت لي عليه رساله، او معايا الابلكيشن بتاع فودافون كاش في حيازتي اهو، ملكي معايا في استطاعتي ان انا اتواصل عليه عشان خاطر يبعت لي الاو تي بي اللي هي كلمه المرور المتغيره. يعني كمان الاو تي بي دي بتخش من ضمن كلمات المرور او المصادقات القائمه على الحيازه. يبقى قال لي هنا الاو تي بي، الكارت او البطاقه الذكيه، وعندك ثالث حاجه قال لك الاس ام اس. الاس ام اس اللي هي الرساله النصيه اللي بتجي لك عن طريق التليفون. طيب المصادقه الثنائيه، لازم اعمل خطوتين مع او خطوه مع كلمه المرور عشان خاطر ايه؟ يبعت لي او يدخلني على الاكونت.
زي اللي بنعملها في الفيسبوك، ان انت بتخش بكلمه المرور، بعد كده يقول لك انا هبعت لك رساله او هبعت لك كود على الجيميل او هبعت لك كود على الاس ام اس اللي هو رقم الخط اللي انت رابط بيه الاكونت بتاعك. فيبدا ان انت يبقى عندك خطوتين عشان لو المخترق عرف الباسورد بتاعك مش هيقدر يوصل لكلمه المرور الثانيه اللي هي واصله لك عن طريق الخط بتاعك. حلو جميل. يبقى انا عندي مصادقه ثنائيه اللي هو باسورد ومعاه حاجه، باسورد كلمه مرور ومعاها حاجه. تعال نغير دي، يبقى باسورد زائد مثلا اس ام اس، باسورد زائد رقم بن، يبقى باسورد واس ام اس، او باسورد مش مهم نكتب باسورد تاني زائد رمز البن. طب يا مستر انا عندي دي ثنائيه وعندي دي متعدده الخطوات. متعدده الخطوات بيقول لي برضو باسورد، ولكن باسورد ومعاه ايه؟ باسورد ومعاه سؤال سري. باسورد زائد سؤال سري. طب ايه الفرق حضرتك بقى يا مستر؟ الفرق يا حبيب قلبي ان السؤال السري ده ثابت، اما الكود ده مش ثابت، ده بيبعت لي عن طريق الخط، بيبعت لي عن طريق الجيميل، بيبعت لي عن طريق اي حاجه. فالسؤال السري ده انا اللي بكريته، انا اللي بعمله، انا اللي بنشئه. مثلا انا بقول له دلوقتي، قال لي انا وانا بكريت الاكونت يعني، قال لي اعمل لي سؤال سري. حلو حلو، تعالى بس نجيب الكرسي كده عشان تبقى شايفني حلو. طيب قال لي اعمل لي سؤال سري. ايه يا مستر السؤال السري ده؟ وليكن انا مسمي الكلب بتاعي اسمه محسن. انا دلوقتي ما بجيبش اي حد اسمه محسن، معلش انا مش قصدي عليك. انا دلوقتي الكلب بتاعي اسمه محسن، فمحسن ده انا قلت له انا قلت قصدي معلش انا قلت للبرنامج عملت سؤال سري، ما هو اسم الكلب بتاعك؟ تمام، انا اللي عملت كده، انا اللي كتبت السؤال ده. لما اجي اخش يا برنامج يقول لي إيه اسم الكلب بتاعك ايه؟ هيقول لي محسن، او انا كتبت له محسن، الاجابه محسن، انا اللي كاتبها. فلما هاجي اخش على الاكونت بعد كده هيديني مرحلتين. المرحله الاولى الباسورد، اكتب كلمه المرور العاديه. طب كتبت كلمه المرور، هيقوم مدخلني على الخطوه الثانيه، هيقوم مدخلني على خطوه ثانيه يقول لي ايه؟ ما هو اسم الكلب بتاعك؟ هقوم كاتب له محسن. لو كتبت ليزا مش هيفتح. تمام. يبقى انا السؤال السري ده انا اللي بكريته. طب رمز البن او الاس ام اس، لا هو البرنامج هو اللي بيبعته لي. يبقى احنا عرفنا دلوقتي انواع كلمات المرور. عندك نوع الاو تي بي وعندك نوع المصادقات. المصادقات بتنقسم عندك للمعرفه البايومتريه اللي هي فيها جزء من الحيويه ما عدا خط الايد، وعندك الحيازه اللي هي بتبقى قايمه على ان انا امتلك شيء، وعندك الثنائيه باسورد معاه حاجه متغيره من الكود بيتبعت لي، او بيتبعت لي على الجيميل، او بيتبعت لي على الخط، او الحاجه اللي انا رابطها بالاكونت بتاعي، او متعدده الخطوات اللي هو كلمه مرور ومعاها سؤال سري انا اللي بنشئه. عشان ما تقوليش طب هو بيعرف، انا بعرف السؤال السري ده منين؟ لا، انا وانا بعمل الاكونت بكتب سؤال سري معين بحدده للبرنامج، بقول له لما اجي اخش اسالني السؤال ده. طب يا مستر طب ما ايه لازمتها؟ طب ما انا عرفت، طب ما انا كده كده صاحب الاكونت يا غبي، طب ما انا اللي عامل كلمه السر وانا اللي عارفها برضه، بس عشان لما يجي حد تاني ما يعرفش ان هو ايه يخش على الاكونت. طيب جميل. ايه يا مستر اللي بعد كده؟ قال لك اجراءات امن المعلومات. تعال نخش بقى، دخلنا في الجزئيه بتاعه الايه الكلام يعني. طيب قال لك اجراءات امن المعلومات، عشان يبقى عندك اجراءات في امن المعلومات، او دي الاجراءات عشان نامن المعلومات بتاعتنا. قال لك التحكم في الوصول. التحكم في الوصول دي هي اقرب مثال ليها الواي فاي. انا عندي شبكه واي فاي، فمش بخلي حد يخش عليها كتير، عايز اعمل لها ليميتد. فبعمل ايه؟ بحدد وليكن انا وبابا، وعندي انا بابا وماما في البيت، ومعانا 3 اخوات. تمام، احنا 3 اخوات وبابا وماما، حلو، يعني 5 افراد. فاقوم محدد ان 5 افراد بس هم اللي مسموح لهم يخشوا على شبكه الواي فاي بتاعتنا، ولكن بعد ما يكتب كلمه المرور. صح. يعني هل طالما انا حددت عدد مستخدمين ده هيعفيني من كلمه المرور؟ لا. يبقى انا بحدد كلمه المرور بكتبها، بعد كده لو عدد المستخدمين مكتمل مش هيدخلني برضه. يبقى انا بعمل ليميتد لايه؟ لعدد المستخدمين بتوع النظام بتاعي. فبيقول لي تحكم في الوصول هي طريقه الحد من الوصول الى انظمه الكمبيوتر او البيانات، بحيث فقط لمستخدمين محددين، بابا وماما واخواتي مستخدمين محددين، ويتم التحقق منهم من خلال استخدام المصادقه. يعني برضو بنخش او بندخل كلمه المرور. قال لك جدار الحمايه، الفاير وور ده هو عامل زي الحارس الشخصي، واقف كده على الشبكه يشوف اللي داخل ده حد شرعي ولا لا، داخل بطرق ملتويه ولا داخل كده يعني في السليم منه. لا،
اشوف، اقعد اتحقق. طب اول حاجه، اول نقطه بيبدا المخترق يوصل عن طريقها هي الشبكه. عشان اوصل لنظام هو لازم يخترق الشبكه بتاعه النظام. يبقى بيقول لي بقى ده واقف فين؟ واقف عند الشبكه او عند نقطه دخول الشبكه لمنع الوصول الغير مصرح به من الخارج ولمنع تسريب البيانات من الداخل. محدش يخرج من جوه ولا حد يدخل من بره عايز يخترق، محدش يخرج بيانات ومحدش يدخل بطريقه غير مصرح بيها. طيب نخش على اللي بعد كده. بيقول لي دي بقى حاجات اعملها عشان اواجه الفيروسات للكمبيوتر، عشان اواجه فيروسات الكمبيوتر، وده الجزئيه دي مرتبطه بالدرس اللي فات والدرس ده. طيب بيقول لي اعمل ايه؟ بيقول لي قم بتثبيت برنامج مكافحه الفيروسات الانتي فيروس. نزل برنامج الانتي فيروس عشان خاطر الفيروسات لما تيجي تخش ايا كان بقى نوع الفيروسات اللي احنا ذكرناها الدرس اللي فات، فايا كان النوع ده ايه تخلي بالك ان محدش ان البرنامج اللي هو بتاع الانتي فيروس ده يقضي عليه. طيب بيقول لي كمان خلي بالك ان انت تفضل محدث البرنامج بتاع الفيروسات عشان خاطر انا دلوقتي لما بحدث البرنامج، هو ايه لازمه التحديث اللي بينزل لك على اندرويد او على ايفون او على اي برنامج عندك او اي ابلكيشن عندك على التليفون؟ بيكون في ثغرات احنا بنكتشفها في البرنامج. بيجيب مخترقين، مش انا قلت لك ان انا عندي نوع او نوعين من المخترقين، في نوع جيد وفي نوع سيء اللي هو القرصنه. بجيب النوع الجيد ده واقول له اوجد لي ثغرات في النظام بتاعي، شوف النظام بتاعي ناقصه ايه ثغرات، ناقصه ايه حمايه، فبيوجد لي ثغره. فمن هنا بعمل حاجه اسمها تحديثات. فلما بحدث بيكون انت بيوصل لك التحديث او الابديت الجديد من البرنامج او الفيرجن الجديد من البرنامج اللي هو قاضي على الثغرات اللي انا اكتشفتها. فعشان كده الثغرات دي الفيروسات بتخش من خلالها، فاحنا بنحدث عشان الثغرات ما تخشش للنظام بتاعنا. فلازم تفضل محدث البرامج بتاعتك اول باول. طب تاني حاجه قال لي احتفظ دائما بنظام التشغيل او اس اللي هو بتاع الويندوز يعني، وبرنامج التطبيق محدثا. يعني لازم برضو تفضل حتى نظام الويندوز تفضل محدثه بشكل دوري لمنع الثغرات الامنيه في البرنامج. انشئ نسخا احتياطيه لبياناتك بانتظام. يعني خلي بالك ان انت دايما تكون عامل نسخه احتياطيه جزء تاني من البيانات بتاعتك عشان خاطر لو البيانات بتاعتك اتسربت او اتقرصنت او اتقفلت هسيب لك في الكومنتات تكتب لي لو الهارد بتاعي اتقفل ده بيتقفل عن طريق ايه من الدرس اللي فات. دي حاجه اسمها ايه؟ ناس بتاخد الحاجه بتاعتي وتطلبني وتبعت لي فلوس عشان ده كان اسمه ايه؟ شوف بقى اكتب لي في الكومنتات دلوقتي. طيب يبقى اعمل نسخه احتياطيه عشان ما يقدريش على البيانات بتاعتي، او لو حد فيروس البيانات بتاعتي اقدر ان انا يكون عندي نسخه ثانيه. طيب كده نكون خلصنا. تعال نخش على التدريبات. الدرس بتاعنا لذيذ خفيف. نخش على التدريبات بتاعتنا. الدرس الثاني طبعا دي غلطه. عايز العباره غير الصحيحه بخصوص افضل الممارسات لكلمه المرور. لا تعد استخدام نفس كلمة المرور عبر خدمات متعددة. لا تعدش استخدام نفس كلمة المرور عبر خدمات متعددة. طيب من الأفضل استمرار، ده بص أول سؤال في الدرس اللي أنا عرفتك تعمل إيه في كلمات المرور. من الأفضل الاستمرار في استخدام كلمة المرور الافتراضية التي تم تعيينها في البداية. اجمع بين الأحرف والأرقام والرموز عند إنشاء كلمة المرور. دي طبعا صح، ده كده. طيب تجنب استخدام معلومات يمكن تخمينها بسهوله. دي برضو صح. يبقى اول جزئيتين، اول الاجابه يا اما الف يا اما ب. بيقول لي لا تعد استخدام، ما تكررش نفس كلمه المرور عبر خدمات متعدده. طيب من الافضل استمرار في استخدام كلمه المرور الافتراضيه التي تم تعيينها من البدايه. ايه اللي غير صحيح في دول؟ ان انا ما استخدمش كلمه المرور لكذا ابلكيشن هي نفس كلمه المرور. يبقى انا اخلي كل ابلكيشن ليه كلمه مرور ايه معينه. من الافضل الاستمرار في استخدام كلمه المرور الافتراضيه التي تم تعيينها في البدايه. عادي، ايه المشكله يعني؟ يبقى دي الاجابه الغير صحيحه. طيب بيقول لي اختر العباره غير صحيحه فيما يتعلق بافضل ممارسات، برضو نفس السؤال لكلمه المرور. لا تستخدم معلومات مثل ارقام الهواتف او اعياد الميلاد. طيب دي صح، هو عايز العباره الغير صحيحه. من الافضل الاستمرار في استخدام كلمه المرور الاوليه دون تغييرها. عادي. لا تعيد استخدام نفس كلمه المرور عبر الخدمات المختلفه. تمام، يبقى دي
الاجابه اللي هي هتبقى ج. طيب سؤال رقم 3 عايز برضو غير الصحيحه فيما يتعلق بانشاء كلمه المرور. استخدم اكثر سلسله، طبعا هي دي لتكون سهله التذكر. لا تعيد استخدام كلمات المرور في خدمات اخرى، ملهاش علاقه. ايه ده؟ دي اللي احنا قلنا عليها اللي هي ثانيه واحده. دلوقتي استخدم اكثر سلسله ممكنه، لا احنا المفروض نستخدم اطول سلسله ممكنه عشان مش مهم تكون سهله التذكر ولا لا. بيقول لي لا تعيد استخدام كلمه المرور المستخدمه في خدمات اخرى. ما استخدمش، ما هي ده صح، ما استخدمش نفس كلمه المرور في خدمات اخرى. لا تدون كلمات المرور في الدفتر، برضو دي صح. هو عايز غير صحيحه، برضو ما ينفعش ان انا ادون كلمه المرور في دفتر ملاحظات او على اوراق لاصقه. اجمع بين الاحرف الصغيره والكبيره او الكبيره والصغيره، برضو دي صح. اختر العباره، هو عايز عباره واحده. اجمع بين الاحرف الكبيره والصغيره، دي تمام. دي اصلا من الاساسيات بتاعتها. لا تدون كلمات المرور في دفتر، عشان لو دونتها في دفتر ملاحظات ممكن حد يشوفها يعني او تقع مني او تضيع. شايف ان هي مالهاش علاقه برضو. لا تعيد استخدام كلمات المرور المستخدمه في خدمات اخرى. ما لو حد عرف كلمه مرور واحده من الخدمات دي ممكن يخش على باقي الخدمات. استخدم اكثر سلسله ممكنه لتكون سهله التذكر. انا شايف ان الف وب ينفعوا وجيم، فممكن هو عايز العباره الصحيحه. هنا ممكن عايز العباره الصحيحه. اختر العباره الصحيحه اللي هي اجمع بين الاحرف الكبيره والصغيره والارقام والرموز. طيب نخش على السؤال اللي بعده. اختر المثال الصحيح للمصادقه البيومتريه. اول ما يقول لك بيومتريه يبقى اي حاجه فيها بصمه اصبع او ايا كان بقى، بصمه اصبع، بصمه عين، خط الايد. يبقى نشوف اللي هنا ده كله بيقول لي مصادقه باستخدام هويه المستخدم، دي معرفه، دي قايمه على المعرفه. مصادقه باستخدام رساله SMS مرسله الى الهاتف، دي قايمه على اللي هي كلمه مرور وSMS. ممكن تكون قايمه على ايه بقى؟ دي قايمه على الثنائيه، دي الثنائيه، بس لازم يكون معاها زائد كلمه المرور. طيب مصادقه عن طريق مسح الاصبع، هي دي الاجابه الصح. طيب مصادقه باستخدام كلمه مرور لمره واحده، دي اللي هي OTP. طيب نخش على السؤال اللي بعده رقم 5. اختر الشيء الذي يمكن منعه باستخدام كلمه مرور لمره واحده. ايه الحاجه لو انا استخدمت كلمه المرور لمره واحده اللي هي OTP همنعها بقى من ايه؟ من حد يوصل لايه بقى، او ايه اللي يحصل لما استخدم كلمه مرور لمره واحده؟ بيقول لي سرقه كلمه المرور اثناء الارسال عبر الشبكه، التلاعب بالملفات السريه بعد الوصول غير مصرح به، ملهاش علاقه التلاعب، ملوش علاقه. طيب الاصابه بفيروس من خلال البرامج الضاره، برضو ملوش علاقه. الوصول غير مصرح به باستخدام كلمه مرور مسربه، هي دي. لان ممكن تتسرق عادي، ماشي تتسرق ماشي تمام، بس ان هو يوصل باستخدام كلمه مرور مسربه ده اللي ما ينفعش يحصل. سؤال رقم 6. اختر التهديد الذي يمكن منعه باستخدام كلمه مرور لمره واحده. بيقول لي سرقه هويه المستخدم عبر الهندسه الاجتماعيه. الهندسه الاجتماعيه دي تمام اللي هي بتكون عن طريق ان شخص بيقوم بمؤامره او باحتيال على الشخص، بيكلمه بيقول له انا الشخص الفلاني وعايزك تبعت لي بيانات او كده، او ان شخص بيراقب شخص. فدي بتتطلب ايه؟ مهاره او فن في ان هو يراقب وان هو يحلل الشخصيه وان هو يعرف شويه حاجات او معلومات عن الشخصيه اكتر. فدي غلط، مالهاش علاقه بالOTP. الوصول غير المصرح به من خلال هجمات القوى الغاشمه، دي اللي هو بيكون يعني بيخش او الهاكر بيعمل ضربات من شويه روبوتس كتير على الاكونتات بتاعتك او كده، فده برضو ملوش علاقه بالموضوع. قال لك الوصول غير المصرح به باستخدام كلمه مرور مسربه، هي دي الاجابه الصح. ان هو حتى لو كلمه المرور اتسربت هو قدامه ربع ساعه بعد كده الموضوع هينتهي. الاصابه بفيروس طبعا دي ملهاش اي علاقه. خش على السؤال رقم 7. اختر جميع العبارات الصحيحه حول كلمه المرور. عايز كل العبارات الصح حول كلمه المرور لمره واحده اللي هي OTP. طيب اذا تم تسريب كلمه مرور لمره واحده فقد يؤدي ذلك بسهوله الى وصول غير مصرح به، غلط. طيب استخدام كلمه مرور لمره واحده يقوي الامان بشكل عام، حلو. كلمه المرور لمره واحده لها وقت استخدام محدود وتصبح غير صالحه، تمام. يمكنها منع الوصول غير مصرح به باستخدام كلمات مرور مسربه، صح، ودي صح، بتقوي الامان بتاع ان محدش يخش على البيانات. طيب اختار المثال الصحيح
للمصادقه البايومتريه، اي حاجه فيها بصمه تبقى بايومتريه. اهو. طيب السؤال اللي بعده رقم 9، اختار المثال الصحيح بايومتريه. خلاص الاجابه من غير ما نعمل اي حاجه تكون ب. طيب اذا كان يمكنك، تعالى بقى السؤال ده عايزين نشرحه، واشرح لك سؤال او سؤالين وحل السؤالين انت التانيين عشان يبقى في برضو او يا عم تعالى احل لك كله. هو بيقول لي هنا عايز كلمه مرور، عايزين نعمل كلمه مرور من رقم، هنستخدم الارقام من 0 ل 9. كده انا عندي كام رقم من 0 ل 9؟ 9 غلط، 10. عندي 10 ارقام، ما الصفر معانا. طيب والاحرف الصغيره من A to Z يبقى معايا 26 حرف. باستخدام اعطي اجابتك في الصوره الرقميه A to N، وهقول لك A to N يعني ايه، او ايه اس N دي يعني ايه. استنى بس هقول لك حاجه اهو، اس N. طيب فكم عدد التركيبات المختلفه لكلمه مرور مكونه من 3 احرف؟ يعني عايز 3 خانات، تمام؟ عايز عدد الاحتمالات لما اعمل كلمه مرور من 3 خانات مستخدم فيها 10 ارقام و26 حرف. طيب نحل السؤال ده ازاي؟ تعال اقول لك. عندي 10 ارقام وعندي 26. حلو. كم دول على بعضهم؟ اجمع العدد الحروف اللي انت هتستخدمها. قال لي يا مستر 36. حلو. خد ال 36 دول، ايه اللي انا كاتبه ده؟ خد ال 36 دول خليه ارفعهم لاس عدد الخانات اللي هو عايزه. يعني عندي 3 خانات يبقى احط هنا اس 3، دي الاجابه. 36 اس 3 دي الاجابه. عدد الخانات هيبقى الاس اللي هو A اس ان، الاي ده اللي هو عدد الاحرف اللي انا هستخدمها. طب الثلاثه هو الان او عدد الخانات، او الان ده عدد الخانات اللي انا هكون منها الباسورد بتاعي. جميل. طيب تعال نخش على السؤال رقم 12. بيقول لي لو انا عندي كلمه مرور مستخدمه من 26 حرف من A to Z. حلو جميل. فكم مره يزيد الحد الاقصى لعدد محاولات القوى الغاشمه المطلوبه لكسر كلمه مرور عند الزياده؟ يعني ايه عدد الاحتمالات اللي ممكن تحصل لما اجي اسلط روبوت كده ان هو يعمل احتمالات للباسورد بتاعي لما اخلي عدد الحروف من 4 ل 6؟ هنجيب الاربعه لوحده وهنجيب السته لوحدها بالطريقه اللي فوق دي. لو الاربعه قلنا هيبقى 26 اللي هو عدد الحروف اللي عندي، الخانات بيقول لي كام؟ 4، يبقى 26 اس 4. طب وهنا 26 اس كام؟ هو مثبت كده عدد الحروف، يبقى 26 اس 6. يبقى انا جبت عدد الحروف 26 اس عدد الخانات اللي هو عاملها لي اللي هي A اس ان، يبقى 26 اس كام؟ 4، وهنا 26 اس 6. خد بقى 26 اس 6 اقسمها على 26 اس 4، يبقى 26 اس 6 على 26 اس 4. اطرح الاسس عند القسمه، بنطرح الاسس يبقى 26 اس 2. دي الاجابه. لقيت في الاجابه ارقام، شوف 26 اس 2 بتساوي كام. لقيت في الاجابه 26 اس كام، شوف يبقى هتبقى 26 اس 2. يعني لو لقيتها بالطريقه دي في الاجابات هتختار دي. طب لو لقيتها في الاجابات بالطريقه اللي هي بالارقام يبقى هتكتب بالارقام. طلعت مقالي اكتب الاثنين. طيب نخش على السؤال اللي بعده. عايز من 0 ل 9 ومن A to Z في 4 خانات. يبقى احنا طبعا عرفنا ان هي تبقى 36 اللي هو 10 ارقام وعندي 26 حرف، تمام؟ وعدد التركيبات هنا عندي 4 خانات، يبقى 26 اس 4. طيب خش على السؤال اللي بعده. خلاص خلصنا. في سؤال احنا عديناه اللي هو ده 11 و12 متكررين. انت بقى ايه؟ يبقى حل بقى واحد فيهم مع نفسك، ولو عندك اي مشكله ابعت لي. كده احنا خلصنا يا صديقي الدرس الثاني كاملا، او الدرس الثاني كاملا في الوحده الثالثه او في الفصل الثالث. فاضل لنا في الوحده الثالثه في ماده البرمجه والذكاء الاصطناعي فاضل لنا درس واحد اللي هو الدرس الثالث، وده المقرر عليك. وبعد كده هنخش على الدرس الثاني على طول في الوحده السادسه، لان الدرس او الدرسين الاخرانيين في الفصل الثالث ملغيين، والوحده الرابعه والخامسه ملغيه، والدرس الاول في الوحده السادسه، وهنشوف بقى الباقي اللي ملغي ايه عندنا تاني. ولكن لحد الان احنا هنخش على الدرس الثالث في الوحده الثالثه، بعد كده نبدا بالدرس الثاني في الوحده السادسه. قبل كل ده بقى هتلاقيه منزل لك الوعد اللي انا وعدك بيه ان شاء الله، اللي هو الفيديو الكبير بتاعنا اللي هو ال20 فصل برمجه على بعضهم في فيديو واحد بالشرح بتاعهم. طبعا مش هسيبك
كده الموضوع يبقى بالحب يعني، لا هشرح لك كل حاجه ماشيه ازاي، مش مجرد حل وخلاص زي ما بتشوف بره في التقييمات. فاحنا مش هنعمل كده، لا احنا هنحل الحاجه بالشرح بتاعها عشان تخش تبقى تفهم، عشان ده يبقى مراجعه عليك لو في ليله امتحان، يبقى مراجعه عليك لو عندك اي مشكله. طيب الناس اللي بتقعد تسال يا مستر في وقت معين عشان نخش على المنصه؟ مفيش اي وقت معين عشان تخش على المنصه او تتخطى المستويات دي، ولكن احنا محتاجين خلال الشهر ده نكون مخلصين المستويات بتاعتنا عشان لو في اي امتحان نبقى جاهزين ومتدربين من قبليه. وكمان محتاجين ان احنا نتدرب اكتر او يتفتح لنا لو في مستويات هتنزل، فاحنا نكون مخلصين كله اول باول. عارف ان احنا متاخرين شويه في الموضوع ده، ولكن وعد مني يعني مش هنعدي ايام كبيره غير لما نكون مخلصين الموضوع ده باذن الله. احتمال يكون قبل يوم الاثنين، يعني ممكن لحد بكره تلاقيه، ممكن الاثنين تلاقيه نزل، ايا كان الوقت ان شاء الله هيبقى في اقرب وقت على قد ما نقدر. كده نكون خلصنا حصه النهارده. اشوفكم دايما بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوناش وما تنسوش الدعم بتاعكم عشان بيفرق معانا جدا والله. اللايك بتاعك بيفرق معايا، السبسكرايب بيفرق معايا، الكومنت بتاعك بيفرق معايا، بيشجعني ان انا اعمل لك حاجات اكتر واكتر وافيدك اكتر واكتر. السلام عليكم.